عندنا في الكتاب كلمات، الكلمات بتاعت ايه؟ احنا واخدين وحده كامله عن النحل. وحده كامله عن ايه؟ عن النحل. احنا عندنا 3 وحدات زي السنه اللي فاتت كده، واحده عن النحل، وواحده تقريبا عن الابقار، واخر واحده عن الالبان. تمام؟ عن الارض، اخر واحده عن الارض. فهنا بيقول لك ايه؟ هايف. اقراي كده يا ملك. اول واحده هايف. hive, frame, comb, smoker, hive tool, bee suit, vet, blooms, queen, worker, drone, درون. nectar, نكتر. swarm, brood. سوارم برود. انت بتقراي الكلمات، انا فكرتك بتقرا الديفينيشن بتاع الهايف. طيب الهايف بيقول لك wooden box. wooden ايه؟ box where a bee colony lives. يعني الودن بوكس ده الهايف اللي هي الخليه الخشبيه الصغيره دي اللي بتحط فيها ايه؟ مش شفتها في المدرسه؟ ايوه. اللي بتحط فيها بتحط فيها الواح كده خشبيه بيتعمل عليها العسل، الشمع وبعدين العسل، وبيعيش في كل خليه ملكه. في كل خليه ايه؟ ملكه. فيبقى الهايف اللي هي ايه يا بنات؟ هايف يعني ايه؟ هايف يعني خليه. تمام؟ طيب هو اللي بيعمل كده عشان الشاحن يعني. طيب في عندنا 3 انواع من النحل، يعني اي نحله تشوفيها هتبقى هي عباره عن ال3 انواع دول، زي احنا كده في البشر ذكر وانثى. تمام؟ مفيش نوع تاني. المهم في النحل في 3 فئات من النحل: الملكه والذكر والايه؟ والانثى. الانثى بقى اسمها ايه؟ وركر. اسمها وركر يعني ايه؟ يعني شغاله. وركر يعني ايه يا بنات؟ شغاله. او عامله. وفي عندنا تاني حاجه الدرون. درون ده اللي هو ذكر النحل. شغلانته ايه؟ ما بيشتغلش ولا بيعمل حاجه، باكل عسل وخلاص. والله هو ما بيشتغلش ولا بيعمل حاجه، بس في افراد من الذكور دي بتحرس الخليه من بره. تمام؟ فيبقى عندنا اول حاجه اللي هي الوركر اللي هي يا بنات النحله. ملكه شغاله. تمام؟ تجمع الرحيق وتعتني بالحضانه. هي انثى، بتبقى ايه؟ انثى. وبعد كده عندنا الايه؟ درون، النحل الذي يتزوج مع الملكه. يعني الملكه بتختار ذكر واحد بس من الملكه بتطلع فوق خالص وهما برافو عليك. اللي طلع هو اللي يرجع. لا مش اللي لا مش اللي يوصل لها. هي بتختاره. مش بتختار. لا هي بتختار ازاي؟ ترشيح الملكه للذكر ده بيكون عن طريق ان هي بتطلع فوق تقريبا 3 متر. 3 متر مش اللي يوصلها اسرع، وبتفضل طايره على ارتفاع 3 متر. طبعا الهواء بيبقى شديد على ارتفاع 3 متر، فبيطير ايه؟ الذكور كتير. تمام؟ فاللي بيفضل للاخر هو اللي بايه؟ هو اللي بيفوز بالملك، واللي بيفوز بيموت بعدها. ايوه بيموت. وانا عارف. والعنكبوت برضه نفس الحاجه. العنكبوت بتقتل زوجها. وبعد كده عندنا الايه؟ الكوين. عندنا الايه؟ كوين دي اللي هي الملكه دي مسؤوله عن ايه؟ وضع البيض. وضع الايه؟ البيض، اللي هي برود يعني ايه؟ بيض نحل. برود. بيض اللي هي بنات النحل. طيب يبقى احنا عندنا 3 فئات يا دعاء. اول فئه ايه؟ كوين ووركر درون. عارفين الجهاز اللي بيطير بيصور ده في الافراح؟ هي الكاميرا اللي بتطير دي اسمه درون، مسمى على اسم الذكر بتاع الايه؟ النحل. هو اسمه مستحدث اصلا. تمام؟ بعد كده معانا ايه؟ معانا visual inside the hive، يعني داخل الخليه. يعني خدنا كده بجوله داخل الخليه. اول حاجه الفريم اللي هو الاطار ده. الاطار ده بيكون عباره عن خشب كده اسمه فريم. بص ده معمول كده. الاطار ده اللي هو الفريم ده وظيفته ايه؟ ان هو فيما بعد النحل بيعمل شمع عليه وبيبدا يعمل الايه؟ العسل جوه الايه؟ الشمع. فاسمه ايه؟
فريم. اسمه ايه يا بنات؟ فريم. مش مستوعبة. نعم. مش مستوعبة. مش مستوعب ده؟ مش مستوعب النحل بيعمل ازاي؟ هو بيبقى عباره عن شبكه كده. ده احنا اللي بنعملها؟ ده الفريم ده احنا اللي بنعمله، الفريم الخشبي. الشبكه اللي جوه دي احنا اللي بنعملها برضه؟ لا هو بيبقى فيه شبكه ناعمه بيتحط عليها ايه؟ الشمع اللي هو الايه؟ اللي هو الكم، قرص العسل، الخلايا الشمعيه. ده مين اللي بيحطه؟ ده النحل. ماشي. النحل اللي بيعمله، النحل اللي بيعمل الشمع. الشمع ده بيبقى مفيد اصلا، مفيد للمغص بالتماتر كده، بيبقى زي اللبان. اللي بتكون لو انتوا في بتاع النحل البرطمان ايوه برافو عليك، هو ده الشمع، هو ده الايه؟ الشمع. النحل بقى بيعمل جواه، بيعمل عسل جواه، بيعمل ايه؟ عسل. وبيبقى فيه برضو الحضانه اللي هي الايه؟ البيض واليرقات الناميه. خلايا شمعيه سداسيه، تمام؟ سداسيه اهي. يعني ايه سداسيه؟ يعني بستة زوايا. ستة ايه؟ زوايا. لو انت قربت كده هتلاقي، يعني لو احنا قربنا كده، لا مفيش زوم هنا. طيب لو انت قربت كده هتلاقي ايه؟ الخليه دي او العين دي لها ست زوايا. شكل السداسي. شكل سداسي، برافو عليك. ايوه شكل سداسي بس على شكل صغير. الابيري اللي هو المنحل دي فيه كذا هايف. ركزوا، المنحل ده فيه كذا ايه؟ هايف. اللي هو الابيري يعني المنحل فيه كذا ايه؟ خليه. الصندوق ده خليه. الصندوق ده يا بنات خليه. فبنقول الابيري اللي هو المنحل فيه كذا ايه؟ اهو place where many hives are kept. يعني بيكون في موجود خلايا كتير، بيكون موجود ايه؟ خلايا كتير. وبعد كده البرود اللي هي الايه؟ الحضانه، البيض واليرقات. البيض واليرقات دي بيجي منين يا ملك؟ من الملكه. المصدر الوحيد لانتاج البيض في الخليه هو الايه؟ الملكه. والفريم والهايف. الفريم عارفينه والهايف عارفينه. طيب ادوات النحال والسلام. قناع الوجه اسمه ايه؟ نت او فيل. هو مش كاتبها هنا، اسمه فيل هنا يا بنات. فيل VEIL يعني ايه؟ قناع النحال. قناع يا بنات النحال. فاحنا عندنا الجلافز، القفازات، تمام؟ عارفين طبعا يعني ايه جلافز صح؟ وبعد كده الهايف تول دي اداه دي بقى اسمها ايه؟ عتله. الاداه اللي هو ماسكها في ايده دي، العتله دي بيعمل ايه؟ ميتال تول. نعم؟ العتله مش الاجنه. العتله دي بتبقى واخده شكل كده منحنى كده صغير كده من الطرف، بتفتح بها الصناديق، بنفتح بها الصناديق. وكمان بتستخدم لايه؟ لقشط الايه؟ الشمع اللي احنا شفناه. تستخدم لقشط الشمع اللي كان على الايه؟ على الخليه، على الفريم. فبنقول metal tool for opening the hive. metal tool يعني ايه؟ اداه معدنيه لفتح الايه؟ الخليه. انتوا معايا؟ بجد؟ ماشي. بعد كده البي سوت. ايه هو البي سوت؟ عارفين السوت؟ السوت بدله النحال. بدله النحال دي النحال بيلبسها عشان النحل مش يقرصه. انت مبسوطه النهارده يا حنان؟ طيب protective clothing to keep the beekeeper safe. يعني ايوه ملابس محميه، ملابس بتحمل ايه؟ النحال. ملابس اللي هو البي كيبر. بي كيبر يعني ايه؟ نحال. بي كيبر نحال. يبقى بي كيبر يعني ايه يا بنات؟ نحال. برافو عليك. طيب السموكر. شايفه السموكر دي وظيفتها ايه اصلا في الخليه او في المنحل؟ دي فيها بخور بتطرد يعني النحل عنه؟ لا مش بتطرد، بتخلي النحل يسترخي عشان مش يحصل حاله هيجان في الخليه فيقوم الايه؟ النحل يقرص اي حد معدي. دي حدنا في المدرسه. المدخنه دي يمكن انتوا شفتوا في المدرسه عندنا بيدخنوا وهم داخلين يعملوا تغذيه او يعملوا حصد للعسل.
فالمدخن ده عباره عن ايه؟ اسمه سموكر. اسمه ايه يا بنات؟ سموكر. بيقول لك that tool that releases cool smoke to calm bees، يعني أداة بتستخدم لإنتاج أو لإخراج دخان بيسكن إيه؟ النحل، أو بيخلي النحل في حالة كده إيه؟ استرخاء وهدوء. تمام؟ يبقى سؤال هنا الحنان، بما إن هي مركزة معانا. الهايف تول بنعمل بيها إيه؟ هايف تول. إيه هي الهايف تول أصلاً؟ هي الأداة اللي بنفتح بيها العتلة. بنعمل إيه بيها؟ بنفتح بيها الخلية. بنكشف برضه بيها اللي بتاع برافو عليك. وبنكشط بيها الايه؟ الشمع. انا مش عارف تعمل تضحك على ايه. المهم منتجات النحل. منتجات النحل ايه؟ البالون. البالون ده اللي هو حبوب الايه؟ اللقاح. عارفين حبوب اللقاح اللي بتبقى في الزهور؟ اللي عارفين اخدتوا طبعا الزهور. الزهرة الانثى والزهرة المذكرة. في زهرة بيبقى لها لقاح وزهرة مالهاش لقاح. ايوه برافو عليك. ايوه فالزهور البالن باودر فروم فلاورز، يعني باودر. عارفين يعني ايه باودر؟ يعني حاجة ايه؟ حاجة ناعمة كده زي السكر. فبالن باودر from flowers، يعني حبوب لقاح مسحوق من الزهور لتغذية الايه؟ النحل. بعد كده النكتر ده عبارة عن ايه؟ رحيق. ايه هو الرحيق؟ سائل حلو من الزهور. لا، بيبقى سائل لزج كده. لو حطيت ايدك عليه بتلاقيه بيلزق كده، ولو حطيتيه في بقك تلاقي طعمه كويس. اللي هو لونه اسود زيت الشجر. لا مش في الشجر، بيكون على الورد. ممكن على زهور الشجر. النحل بيجي عليه. على زهور الشجر بيكون طعمه ايه؟ حلو. سويت ليكويد يعني ايه يا بنات؟ سائل. برافو عليك. فبنقول سويت ليكويد فروم فلاورز، رحيق سائل حلو من المذاق، حلو من الظهور. تمام. بعد كده عندنا الواكس. هو الواكس يا بنات؟ الشمع. طبعا كلنا عارفينها. طيب واكس material to build camp، يعني ايه؟ الشمع دي ماده لبناء كرسي العسل اللي احنا شفناه ساعه ما انا بقول لكم ايه؟ في شمع كده بيتعمل على الفريم، وبعد كده بيتعمل عليه ايه؟ عسل. طيب praples اللي هي ايه يا بنات؟ صمغ النحل. ماده لزجه لسد شقوق الخليه. ماده لزجه بيستخدمها النحل عشان يسد الايه؟ الخليه. مش كله مثلا praples sticky substance to steel cracks دي اللي هي الايه؟ الشقوق. لما الحيطه يحصل فيها شق بنقول عليه ايه؟ there's a crack in the wall، يعني في ايه؟ في شق في الايه؟ فهو معاه كده في شق في الايه؟ في الحيطه. وبعد كده الهاني، عارفين طبعا اكيد. هاني يعني ايه؟ ملك. هاني يعني ايه؟ عسل. طيب بعد كده الخلية تشبه مدينة صغيرة. دي جمل بيقول لك a hive is like a small city، يعني الخلية مثل مدينة صغيرة. the queen bee lays يعني ايه يا بنات؟ يضع او يبيض. يضع او ايه؟ او يبيض. فبنقول the queen bee اللي هي ملكة النحل lays ليه ملك؟ علشان دي مفرد. queen bee مفرد. وده زمن ايه؟ ده زمان ده التصريف الثالث مضارع بسيط عادي. تصريف الايه؟ الثالث بي. لا دي نحن لا ده مضارع بسيط عادي. ده مضارع بسيط. برافو عليك يا مالك. بي lays eggs. lays ايه؟ تضع الملكة البيض. تضع الملكة ايه؟ البيض. The worker bees feed the brood, clean cells and collect nectar and pollen. يعني ايه يا ملك؟ يعني تطعم النحلات اللي هي الوركرز الحضانه. اللي هم الصغيرين البيبيز اللي هم البيبيز بي
الناحية الصغيرة. ايوه، اللي هي النحلات الصغيره. بيطعموا ايه يا بنات؟ الشغالات بتعوم النحل الصغير وبينضفوا الخليه. بينضفوا ايه؟ الخليه. وكمان بتجمع الرحيق وحبوب اللقاح. مش عارف تعمل اكتر من كده. تعمل كل حاجه عارفين. The drones meet with the queen. يعني ايه بقى؟ ايوه، تتزاوج الذكور وذكر واحد مش الذكور كلها مع الايه؟ مع الملك. Bees use wax to build comb هو الوقت بيبني and propels to protect the hive. يعني يستخدم النحل الشمع لبناء قرص العسل، والعكبر لحماية ايه؟ خلية. العكبر لحماية الخلية. لا، قلنا اللي هو propels اللي هو بيستخدم في ايه؟ بيستخدم بسداد الشكوك، لسه قايلينها. تمام. when the frames are full of honey. لما الإطار بيتملى عسل، اللي بيحصل the beekeeper can harvest safely. يعني اللي هو النحال لما الفريمز دي، هو طبعا بيفتح بيعمل تشيك، بيشوف الفريمز دي اكتملت ولا لا. بيبقى اكتملت الشمع خالص، والشمع من فوق كده بقى عليه ماده بيضاء. تمام. فهو كده يعرف ان الفريم اتملى عسل، فيقدر يجمع الايه؟ العسل. بعد كده سؤال هنا، دي محادثة. بيقول لك did you bring the smoker؟ يعني ايه؟ هل احضرت ايه يا بنات؟ المدخن. فهنا بيرد عليه بيقول له يس. اي سؤال بديد بنرد بيس او بايه؟ او نو. يس او ايه يا بنات؟ او نو. اي سؤال بديد بنرد بايه؟ يس او نو. فهنا قال له يس. قالت ات، اشعلتها. قالت ده التصريف الثالث من ايه؟ ايلت. التصريف الثاني من ايه؟ ايلت. يعني لايت يعني يشعل. lit. تمام. I let it always smoke the hive first. قم دائما بتدخين الخلية ايه؟ اولا. ليه تدخين الخلية اولا؟ برافو. عشان النحل يسترخي. right. Come bees are safe bees. يعني ايه؟ Come bees are safe bees. برافو عليك. النحل الهادئ المسترخي هو النحل الايه؟ الامن، اللي مش ممكن ايه؟ يلسع ويقرص. تمام؟ بعد ما تدرس الواحد بتموت. صح. عملية انتحارية. عملية انتحارية. لما بتقرص بتموت، لما بتلسع بتموت. طيب، قواعد الماضي البسيط مقابل المضارع التام. المضارع التام، اخدنا المضارع التام. المضارع التام يا جنى كان بيتكون من ايه؟ ايه؟ ما شاء الله عليك، برافو عليك. طيب بيقول لك عارفين طبعا الماضي البسيط. الماضي البسيط، ايه الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط يا ملك؟ المضارع التام بيكون السبجكت وزي ما هي. الفرق في المعنى. انه الماضي البسيط بتكون حاجه حصلت وانتهت. المضارع التام بيكون حاجه حصلت بس لسه لها اثر في برافو عليك. زي ما ملك قالت، الماضي البسيط بيكون حاجه حصلت وانتهت، اما المضارع التام بيكون حاجه حصلت اوريدي حصلت، بس ايه؟ بس لسه فيها اثر للنهارده، لسه الاثر موجود، لسه الايه؟ الاثر موجود. عشان كده احنا ما ينفعش نستخدم الماضي البسيط مع حاجه حصلت وانتهت وما عادش لها اثر، ونستخدم مكانه المضارع التام. تمام؟ طيب زي مثلا ما اقول لك I drink ولا drunk ولا drank؟ I drank water. تمام؟ ينفع اقول I have drunk water؟ ينفع استخدم المضارع التام في الجملة دي؟ لا مش ينفع. ينفع في حالة واحدة، لو المية أثرت عليا بشكل، يعني الدكتور مثلا بيسألني أنا مثلا تعبت من شرب المية،
تمام، كنت عطشان جامد وشربت كميه ميه كبيره فاثرت عليا تعبتني. انما انا شربت ميه في الطبيعي ما ينفعش استخدم فيها زمن الايه؟ المضارع التام. برافو عليك. ليه؟ عشان حاجه حصلت اوريدي انا عملتها، زي مثلا اكلت، شربت، روحت، رحت المدرسه. فاهمين؟ قال لي اذا انا رحت المدرسه ولسه في المدرسه، تمام، وبكلم حد بقول له انا رحت المدرسه وانا لسه ايه؟ I have ايه؟ I have still. لا انا عايز اقول ان انا رحت المدرسه. I have gone to school. I have gone to school. يعني انا رحت لايه؟ المدرسه، بس اوريدي ستيل لسه في الايه؟ في المدرسه، لسه موجود في الايه يا بنات؟ في المدرسه. انتوا ما حضرتوش معانا المضارع التام. طيب بيقول لك ايه؟ الماضي البسيط لافعال انتهت تماما في الماضي، زي اللي انا قلت لكم الحاجات اللي احنا بنعملها، ذاكرت، شربت، نمت، صحيت، بنستخدم فيها الايه؟ الماضي البسيط. For actions completely finished in the past. تمام؟ We smoked the hive. يعني قمنا بتدخين الايه؟ الخلية. قمنا بتدخين الخلية. والامر انتهى، خلاص دخلناها وايه؟ وانتهى. دي مش مضارع تام. لا مش مضارع تام. ياه معلش والله مش كان نجيب ماشي. ويلكم باك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع كده متأخرين؟ طب احنا خلاص مش قايل لكم تبقوا هنا الساعة 4 الا تلت؟ عاملين حسابنا على كده. طالعين بقالكم كتير؟ انت من طارق برضه؟ لا انت بتيجي من طارق لوحدك؟ ربنا معاك. طيب هي تقريبا جنات برضه من طارق صح؟ طيب الماضي البسيط يا ندى، الماضي البسيط بنستخدمه امتى؟ الماضي. حاجة حصلت، حاجة بكل بساطة ماضي، في الماضي حاجة حصلت صح؟ طيب فهنا بيقول لك ايه؟ we smoked the hive. we smoked the hive. we smoked the hive. يعني خلاص احنا دخلنا الايه؟ المدخنة، حاجة حصلت اوريدي، حصلت وانتهت. تمام؟ بعد كده for past actions with ongoing results now. يعني المضارع التام بنستخدمه لافعال ماضيه لا تزال نتائجها ايه؟ مستمره ومهمه للان. تمام؟ يعني المضارع التام زي ما احنا شرحنا. انت عملت الهوم ورك؟ عملت يا ندى؟ تمام. هنشوفه دلوقتي شويه كده. لا ما قطعتش. ما قطعتش. المهم فاحنا بنستخدم المضارع التام ليه يا ندى؟ بنحضر الماضي. بنحاضر وماضي. برافو عليك. بنحاضر وايه؟ وماضي، بس بنستخدمه لما يكون الفعل لسه ليه نتيجه لعند النهارده، لسه ليه ايه؟ نتيجه او اثر. برافو عليك. نتيجه او ايه؟ او اثر. فبنقول the bees have filled the frame. the bees have filled the frame. filled دي اللي هي التصريف الثالث من ايه؟ من الفل، اللي هي يمتلئ او يملئ. يملئ بيملى حاجه، يملي كوب. فهي قلنا ايه؟ the bees. bees هنا جمع ولا مفرد؟ دعاء. فاخدنا معاها ايه؟ have. فقلنا filled. the bees have filled the frame. هي اوريدي هم ملوا الفريم. الفريم ده يا بنات اللي هو اللي بيكون فريم خشبي كده موجود عليه الايه؟ شمع العسل والعسل. موجود عليه شمع الايه؟ العسل. فهو بيقول لك ان النحل ملى الايه؟ الفريم، بس اوريدي لسه هم لسه شايفينه، فده اثر لسه موجود، الاثر بتاع ايه؟ بتاع النحل. فهو مضارع ايه؟ تام. طيب الكلمات. اول حاجه اقرا يا ملك. سموكر اللي هو المدخن. بس يلا يا دعاء. هايف دول أداة الخلية. أداة الخلية اللي هي العتلة، اللي هي الايه؟ العتلة. العتلة اللي بيكون لها بتكون طويلة قد كده، وبيكون لها
حافه كده بيفتحوا بقى الايه الخليه، حديده زي الحديده، حديده عاديه. اسمها ايه؟ اسمها هايف تول. هايف ايه؟ تول. بيشيلوا بيها الشمع برضه. وبيشكطوا بقى الايه الشمع. برافو عليك. اللي بعده بي سوت. برافو عليك. يلا يا شروق. فيل. ها الفيل ده اللي هو ايه يا ندى؟ الفيل ده النحال بيلبسه على وشه، بيبقى نازل كده وعليه شبكه عشان النحل ما يقرصوش. خلية هايف خليه. يلا يا شهد. علي صوتك. اللي هي إطار. فريم يعني اطار. ها يلا يا ملك. ها appeary يعني ايه؟ منحل. يلا يا جنى. ملكة كوين. برافو عليك. سماح. worker. برافو عليك. عاملة او شغالة يعني ايه؟ worker. الله يقول الله. طيب مين اللي على الدور يا بنات؟ ليتس جو. درون. برافو عليك. درون يعني ايه؟ ذكر النحل. يلا انت معلش اسمك ايه؟ نورهان. انا نورهان، انا عندي مشكله مع اسمك. ماشي معلش اعذريني يعني، بس خلاص مش هنساه تاني. يلا يا نورهان. سوورم يعني ايه؟ سرب. ايه هو السرب يا بنات؟ ها؟ سرب. مش عارفين يعني ايه سرب؟ يعني مجموعة طيور دي اسمها سرب، مجموعة نحل اسمها سرب، مجموعة أسماك. أنا توقعت إن هي لها يعني حاجة تانية غير دول عشان هي بتتكلم عن النحل. السرب ده بيكون عبارة عن عدد صغير من النحل. العدد ده بيختار إن هو يهاجر
ويتمرد على الخلية، على الملكة، ويروح يعمل ايه؟ خلية تانية خاصة بيه. تمام؟ فالسرب ده بيكون مكان جديد، خلية جديد بملكة جديدة، بملكة ايه؟ جديدة. طيب يبقى سورم يعني سرب. سرب. يلا يا ندى. برود. برود. برود يعني ايه؟ حضانة او بيض النحل او يرقات النحل. اليرقات والبيض والحضانة نقدر نقول عليهم ايه؟ برود. نقدر نقول عليهم ايه يا ندى؟ برود. طيب يلا يا ملك. نكتر ولا نكتر؟ نكتر. 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 ايوه. يلا. بولن. pollen. pollen. ايوه بس pollen. ماشي. يلا اسمها honey. wax. برافو عليك. propolis. propolis. ماشي. هنقرا. طب انتوا كده فاهمين الكلمات دي؟ تمام؟ عشان هتحفظوهم هنسمعهم وهتسمعوهم. تقريبا كده ندخل بقى على الأسئلة. شايفين كده كويس؟ شايفين؟ دي حسب كده. لا ده بتاع الحصة دي. ماشي هناخد كده ايه سريع. ناخد بتاع الحصة اللي فاتت؟ ماشي. يبقى احسن من ليه بس المسألة خلينا دي لسه دي لا يعني عشان احنا برضه في نص سنة. عشان بس عشان برضه فين. عشان يبقى احسن تفهموا. ايه رأيكم؟ ايوه خلينا في الحصة دي. بنعود الحصة الثالث شوية. ممكن تبعت لنا مثلا الأسئلة دي على الجروب واحنا نحلها عادي. ماشي. طيب أول سؤال بيقول What is the name of wooden box where a bee colony lives؟ يعني اسم الصندوق الخشبي اللي النحلة بتعيش فيه. الخلية المستعمرة. colony يعني ايه يا بنات؟ colony يعني مستعمرة. تمام؟ اسمها ايه؟ hive. اسمها ايه يا بنات؟ hive. A hive is a primary structure where bees live and raise their colony. يعني الخلية اللي هي الهايف دي مكان بيعيش فيه النحل وبيبني فيه أو بينشئ فيه المستعمرة بتاعته. نعم. هتردي؟ ماشي اتفضل. المستعمرة. المستعمرة دي بيكون فيها كذا خلية. تمام؟ المستعمرة دي بيكون فيها يا بنات كذا خلية وبيكون فيها كمان كذا منحل. يعني في منحل وخلية ومستعمرة. المستعمرة دي بيكون فيها كذا ايه؟ منحل، والمنحل فيه كذا خلية. تمام؟ فباسمها ايه؟ كولوني. دي هتحفظوها برضو، احنا مش اخدناها بس هتحفظوها. تمام؟ وفيل وجلافز. اخدنا جلافز على السبورة. وفيل. فيل هنا ايه؟ اللي هو قناع الايه؟ النحال. طيب السؤال هنا الملك ومحدش هيساعدها فيه. ملك مين؟ ملك انت.
ما حفظهوش، هجاوب ازاي؟ اقرأي السؤال. عرفت خلاص ماشي. To come which beekeeping tool is used to release coal smoke the bees. كول سموك. اللي هو السموكر. سموكر، برافو عليك. سهلة دي. سهلة جدا. فهو ترجمي السؤال كده لزمايلك زملاتك. للهدوء ايه الأداة؟ ايه أداة الحفظ اللي بتستخدم عشان تخلي النحل؟ مش الحفظ بقى. بي كيبن، أداة تربية النحل. أداة تربية ايه؟ طب هي سموك دي مش في الخيارات. مش ما انا انزلها لك لسه تحت. ها. بتستخدم علشان تجعل النحل هادئ. تجعل النحل هادئ اللي هي سموكر، برافو عليك، اجابتك صحيحه. اللي بعده دعاء. اقرأي بقى. بص سؤالك سهل. سؤال used for in a beehive sorry. What are frames? السؤال على فكرة معكوس. What are frames used for in a beehive؟ تستخدم. أيوه. تستخدم خلية النحل. بتستخدم لإيه؟ الفريمز دي بتستخدم لإيه؟ الفريمز دي لإيه؟ أول حاجة بيقول لك to protect the beekeepers face، لحفظ وجه النحال، ولا to hold the honeycomb inside in the hive، ولا الحفاظ على الشمع، تمام، ولا to store nectar outside the hive، ولا to feed the drone bees. to feed the drone bees يعني لتغذية الايه؟ ذكور النحل. اللي هي الإطار. اللي هي ايه بقى؟ to hold the honeycomb اللي هي بتحفظ الشمع. honeycomb يعني شمع العسل. honeycomb يعني ايه؟ شمع العسل. مش فرام دي الإطار ولا لأ؟ ايوه فريم تمام. الإطار يستخدم لفتح الخلية. لا، الإطار الخشبي اللي بتحط عليه الايه؟ لا انا تفكيري كده الإطار اللي هو فتح الخلية. لا احنا فتح الخلية لسه، لا احنا قلنا السموكر. فتح الخلية اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي هي العتلة؟ ها بي طول. بي ايه؟ طول. طيب to hold the honeycomb inside لحفظ الايه؟ الشمع داخلها، لحفظ الشمع العسل داخلها، تمام؟ الهاني ايه؟ هاني يا بنات؟ هو انتوا كنتوا بتاخدوا ايوه احنا اخدنا اول درس في المنهج. هو ده. اعطوهم مدرب بسيط؟ لا كنا بنعطي فرق بين بقارن بين الماضي البسيط والمضارع التام اللي احنا اخدناه. طبعا حضرتك ما شرحتش حاجه. لا شرحت. ما شرحتش حاجه قبل ما احنا نيجي يعني. لا احنا شرحنا الوحده كلها والمفردات. لا اصل انا مش فاهمه حاجه. شرحنا ايوه شرحنا الدرس بتاع النحل كنت. ما انتوا جايين بعد ما احنا خلصنا. ماشي حاضر والله من عينيا حاضر، بس نخلص ده اهو. طيب يبقى هي الايه يا بنات؟ لحفظ الايه؟ اللي بعدها يلا اسمها. Which bee is the single female that lays egg؟ أي النحل كوين برافو عليك. lays ايه؟ lays eggs كوين دي إجابتك صحيحة. بعد كده بيقول what do bees use to steal cracks and protect the hive؟ الله على السؤال ده، يلا اشرح. بيقول لك السؤال ده بيقول لك ايه الادوات ايه الحاجات اللي النحل بيستخدمها عشان يصلح الكراكس اللي هي الشكوك ويحافظ على الخلية. ايه هي الادوات؟ ايه هي الحاجات اللي بيستخدمها؟ ها؟ رحيق ولا عسل ولا عكبر ولا شمع؟ ها اللي هي بقى بالانجلش propolis
اللي هي العقبر. برافو عليك. اللي بعدها حنان، ما نشوف بقى تحل دي ولا لا. اقرأي بقى لوحدك يلا. ماشي. What is the primary role of worker bees in the colony؟ ايه الدور الاساسي للشغاله في الخليه؟ ايه الدور الاساسي للشغاله في الايه؟ في الخليه. بتعمل ايه الشغاله؟ بتعمل ايه يا مال؟ الشغاله بتعمل ايه في الخليه؟ وظيفتها بتنتف الرحيق وبتحمي تعمل اي ماشي. هنقرا كده. اول حاجه بيقول لك ايه؟ to lay all the eggs، لبيض كل البيض. to mate with the queen، تتجوز الكوين. ازاي مش فاهم؟ to produce propolis for wax، اللي هي بتحط الشمع على لا to انتاج العكبر لايه؟ للشمع. to collect nectar and care of brood، طبعا دي الاكبر دي اللي هي collect ايه؟ nectar. to collect. مين اللي بتنادي؟ ايه هو الاكبر؟ العكبر دي صمغ، ممكن نقول صمغ. صمغ بيصلحوا بيه النحل، بيصلح بيه الشكوك اللي بتبقى في الخليه. تمام؟ فهتبقى اخر واحده اللي هي ايه؟ دي اللي هي معناها ايه بقى؟ ترجمها لي كده. اللي هي بتحمي حاجه بخصوص النحل. اللي هي to collect nectar and care of brood. تعمل ايه بقى؟ تجمع الايه؟ الرحيق وتعتني بالخليه، بالبيض. سوري، احسنت. طيب السؤال اللي بعده. رحت ايه؟ رحت ده ايه؟ يلا يلا شاهد. ده ايه؟ رحت بتجمع رحت يعني تجمع رحيق collect nectar. هي بتاخد اساسا من الرحيق، انت عايز تعرفوا ايه الرحيق؟ نعم. قبل ما نوصل نقول ايه احنا عايزين نفهم. مش هنلحق. احنا علينا امتحان. ما بلاش الاسئله دي، احنا ممكن على السريع كده يعني. خلاص ماشي، على السريع كده نشرح الهام الاول. لا انت فاكره. لا والله. طب ادي يعني بدايه السؤال ينفع كده يعني؟ طيب حاضر، احلى سؤال. يلا اقرأ. لا مش كار. شايفه؟ لا بجد مش شايفه من هنا. ماشي هقرأ لك انا. هقرأ. What should ايه مستني؟ نعم. فكرت جبت منين؟ ايوه ما هي وات. انا جبت منين؟ مش عارفه ايه. What should a beekeeper wants to protect their hands while working? يا سهله دي. They gear. طيب تترجمي؟ ايه الحاجة اللي هو النحال محتاجها عشان يحافظ على ايديه وهو بيشتغل، او ايه الادوات اللي محتاجها؟ الجلافز. برافو عليك. بس انت لازم تتعودي انك تترجمي السؤال، لان انت مش هيكون معاك مستر احمد في امتحان الانجليزي.